وعلى الذي جمعنا هذا الجمع الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم لا تشوبه شائبة من شباب الدنيا، وأن ينفعنا به وما نلقاه إنه على ذلك قدير، وأن يجعل كل لقاءاتنا محبة له وفيه يجمعنا على ذلك ونفترق على ذلك ونلقاه على ذلك إنه على كل شيء قدير. ثم ما بعد. البعد القلبي من المشاعر مصاحبة للعبادة يكاد يكون في بتقصير كبير من قبلنا المتأخرين عندهم جولتنا المسألة ولا. أولا أريد أن نبين قيمة العمل الشعوري عند الله. العمل الشعوري مش العمل الجاري. قيمة العمل الشعوري عند الله يبين الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى في موازنته بين الصدقتين اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيه قول معروف ومغفرته. شو تخيل هنا ما فيش مادة، مغفرة شعور صاحب القول، قول معروف ومغفرة خير من صدقة. شوف هنا صدقة نكرة بهذا السياق. أي صدقة يخطر على بالك مهما كبرت خير من صدقة قال يتبعها أذى. شوف ده الحين تنظر لقيمة الصدقة بأي قيمة مادية تتصوره، بس لحقها شعور معاكس. يعني أنا ما قدرت أشبعكم، هي الكلمة عاد نسف كل هذا، وقبل لو كنت قلت كلمة مليش مع شعور طيب كان خير، وبعد كلمة خير من يعلم الله كم فارق الخيرية فيه. فتدرك هنا إنه إذن العمل الشعوري المصاحب عند الله له شأن عظيم، له شأن عظيم. يعني تصور انتهت المقارنة بغي من بني إسرائيل، بغي، وكلمة بغي قد تفيد بتعريف شخصيته. تسقي كلب، في قبل أن تسقي الكلب تحرك شعور في نفسها، شعور دفع هالس أو فسقطته بموقها كما في الحديث، يعني بحذاء عارفكم الله. دخلت الجنة. صور يعني قيمة العمل الشعوري عند الله تعالى، وهي ايش؟ بغي. من كنت رائبة الله. نعم. وقد يكون يعني المسألة ربما في اللفظ إنه قد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ به رحمة، كوني رحمة تحركت رحمة خلاص شعور. نعم. فالله شكر لها الأمر. شوف كم قيمة الشعور هذا اللحظي، ولم يذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل إلا أن هذا بغي ولا هذا العمل ولا قل شيء أبدا. وانظر في المقابل امرأة تذكر عند رسول الله بصيامها وقيامها غير أنها حبست فيها. يعني ما يذكرون اللي حبست فيها، لا هي أطعمتها، يعني عندي جفاف شعوري، عندي جفاف شعوري نسيت العمل حقي كله خلقنا. يعني شوف المقارنة الآن، المقارنة القرآنية لم يجعل سبب الدخول لهذا إلا هذا، لم يذكر شيء آخر، لم يذكر شيء آخر. فتجد تشوف إذن كأنه من كمال التدين زي ما قلنا نحن إنه في أعمال جارحية وفي شعور مصاحب. الشعور المصاحب هذا هو اللي له وزن، هو اللي له قيمة، يعطي العمل وزن عند الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا الوراثية في التدين أن نحن ورثنا العمل الجارحي واصبحنا نؤدي عادة، وربما قد نؤدي طلبا للأجر برضو، ماش مشكلة، طلبا للأجر. تصبح عندنا جفاف شعوري في تديننا نحن أنفسنا. تصلي تصوم الله أمر كذا، لكن ما هي المشاعر المصاحبة للحدث؟ هنا القضية واللي تبين إنه من تقادم هذا الأمر وعدم تحرك الشعور باستمرار أدى إلى قسوة القلوب. ولهذا الله لما قال ألم يأني للذين، ما قالش الذين كفروا، قال للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. يعني شوف الآن مدخل شعوري الآن بالمسألة، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. يعني مسألة مرادية، أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
تيجي تشوف من علل الجيل حقنا أن نحن نعمل أعمال تعبدية والحمد لله رب العالمين، هذا شيء طيب، وما نقدرش نقول إنه ما لهاش عاقبة، لكن نقول إنه في شعور مصاحب ينبغي أن يكون، هذا لم نربى عليه، لا بالمدارس ولا بالخطابات ولا يعني كل الذي وجهنا إليه الأعمال، أعمال الجوارح، يعني حركة القلوب، حركة المشاعر، هذه عندنا جفاف فيه، عندنا جفاف عاطفي، هذا جانب من الجوانب. ولذلك أقول إنه المسألة الشعورية وزنها كبير. يعني عند الصور النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنه لما تمسح على رأس يتيم، ولم يفيد لفظ الحديث أنه أعطاه شيئا، مجرد أنه مسح، لكن المسحة كانت ناشئة عن رحمة. إيش تخليك بالله تمسك يتيم ما تعطوش حاجة؟ أكيد إذا ذكرت أذى، ذكرت يتمه، ذكرت هذا يخلق القلب، يخلق القلب، فتحركت يدك، قال معك بعدد شعر رأسه حسنة. شوف قيمة الحدث رغم انه ما اعطيتوش حاجة. هو ثاني من احب ان يلين، اذا احببت ان يلين قلبك الزهرات التي اي شوف هذه من العوامل المساعدة الآن لدخول اللين. هذا قد نكون الآن نشتي لمارة اللين، قد نكون من الذين آمنوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك من الذين آمنوا، لكن الله قال إنه في الذين آمنوا برضو قصص قلوب، يعني هنا إشكال عندنا، هذا جانب. فأقول إنه الجانب الشعوري عندنا، رغم إنه القرآن الكريم نبه بقوة والأحاديث نبهت بقوة إلى قيمة هذا الجانب الشعوري. يعني شوف أنت مثلا في 3 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين أنه هناك صدقة حصلت، واحد تصدق لكن ابتغاء رياء الناس، هذا شعور، الرياء شعور قلبي، وقال ينفقون أموالهم، الآية تقول كذلك ولا لا؟ ينفقون أموالهم رياء الناس، ينفقون أموالهم، ولم يقل من أموالهم حتى، قال أموالهم، لكن الشعور المصاحب يشعر رياء الناس. شبه الله النتيجة حق العمل هذا، قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب، يعني تخيل حجرة ملساء تخلي التراب هكذا، كأنه عملك هذا بذرة طرحته في التراب هذا، متوقع أنه الرحمة والغير تجي فينمو، الرحمة اللي جاءت، المطر اللي جاءت، صفت التراب من فوق الحجرة واصبح ولا معك شيء. وهو قال ينفقون أموالهم، إذا القيمة الشعورية وذلك نعم، يعني نعم الحديث 3 بدنا في نفس العمل الآن ينفق مال. تعال الآية الثانية تحدث عن واحد أيضا أنفق مال بس بشعور أحسن. ربما شعور الطمع وشعور التاجر، ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، شوف كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا اللي متاجر مع الله في سبيل الله. أيوة هذا في سبيل الله، ماشي متاجر مع الله، أنا أعمل كذا وأنا منتظر من الله 10، ما مش مضمون. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله ضعيف إن شاء الله سبحانه. فتعال في الآية الثالثة ينفقون أموالهم نفس الشيء، هذيك ينفقون أموالهم، هذيك ينفقون أموالهم، قال ابتغاء مرضات الله. أيوة المسألة هنا أخذت بقى ثاني، ابتغاء مرضات الله. أيوة فتشوف إنه المسألة حصل له أفضل إنه حصل لك، هذاك حصل له مضاعفة، بس صور العمل حقه حبة أنبتت 7، لكن هذا ابتغاء مرضات الله كمثل جنة ما عادش حبة. يعني تخيل فارق إنتاج الجنة وفارق إنتاج الحبة، الأمر واضح كبير كبير، إنه حتى المشاعر أنفسين. نعم الأول ولا شيء، اللي رئال الناس ولا شيء. فمثلا كما صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ولا معه شيء، لكن هذا قال ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال نعم الحسنة ب10 والمضاعفة عند الله حصل. الأخير هذا قال ابتغاء مرضات الله في سبيل الله، في فرق. هذا من نص الآية وإنه المسألة مقابلة في سبيل الله وابتغي شيء آخر، هذا عنده شيء أجر من الله وأنا شيء أدفع والحسنة ب10 أمثال، هو مش مذموم أبدا، لكن هذا يبحث عن رضا الله بس، أن يرضى الله. نعم رضا الله.
فتجي تشوف إنه حتى المشاعر برضو هي متدرجة، حتى المشاعر متدرجة. نعم، شعور قلبي، هذا شعور قلبي وهذا شعور قلبي وهذا شعور قلبي. فتلاحظ إذا إنه من الكلام هذا نحن عندنا إشكال، وإذا تلقي حقنا إشكال في الجانب الشعوري، هذا إشكال كبير في الجانب الشعوري. نحن نمارس أعمال تعبدية والحمد لله، لكن الجانب الشعوري المصاحب، يعني مثلا نحن نذكر الله، لكن أين تضرعا وخيفة؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. ليش قدم تضرعا وخيفة على شدة الصوت ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين؟ فانتفاء الغفلة بتحقق الاثنين معا، الحركة الشعورية في النفس والقول اللساني. نحن نذكر الله قولا، وما حد يقدر يقول لنا انه ما معناش عقل، لكن عندنا برضو جفاف في تحرك الشعور، بدليل انت قد تذكر الله وانت مشغول في امور دنيا، مشغول في امور دنيا، لكن كمال الامر فهمه كمال الامر بتحقق الامر الشعوري، تحقق الامر الشعوري. فالجانب هذا له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الجانب الشعوري رصيده عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخوف، الخشية، هذه كلها جوانب قلبية. وذلك الحديث الذي ذكرناه أول له، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث أنه صوام قوام، قال رجل، لكن قال إني أخاف الله. الحدث هذا لم يذكر له غير هذا الحدث في النص، قال في تحت ظل الرحمن عمل قلبي. فهذا يبين قيمة العمل الشعوري عند الله سبحانه وتعالى، قيمة العمل القلبي عند الله سبحانه وتعالى. في المقابل اللي أتى يوم القيامة بأعمال مثل عبادة أمام جعلها الله هذا منثورا. ليش؟ لأنه انتفى عنده الأمر نهائيا، انتفى عنده الجانب القلبي نهائيا. كان إذا خلا يعني عادة المسألة قد مضطردة بالنسبة له بمحارم الله انتهكها، لأن ما فيش عنده أعمال قلبية خالص. فتلاحظ إنه من هذه النصوص الآن كذلك أيضا فيما ذكرت إنه الحديث قد أكثر تخويف من انتفاء العمل الشعوري هذا الموجه، إنه لو عملت أي عمل صالح ولو كان أرقى الأعمال الصالحة وكان رياء تقعد النار. في حديث الثلاثة اللي تسعى بهم النار، أول من تسعى بهم النار. نعم، أرقى ثلاث خدمات اجتماعية على مر التاريخ. الخدمة الأولى واحد يضحي بعمره من أجل الآخرين، ما فيش خدمة أعلى منه. واحد يوقف أمواله من أجل الآخرين، واحد ينفق علمه ووقته من أجل الآخرين. هذه أرقى ثلاث خدمات اجتماعية على مر التاريخ، لكن صاحبها شعور مش موجه. يعني انت عشان تكون عبد لازم تكون أعمال جوارحك وأعمال قلبك. نعم، وهو لحظة في الأخير كم مدته لحظة، بينما الجهاد كما قال. أما العمل القلبي هو مدته، يعني الشعور الرحمة، الشعور بالرحمة هي لحظة، لأنه لحظة وقد يكون لحظة الألهم بالعمل، لأنه تصور لو استمريت على الشعور ربما تتفتت كبدك. تخيل لو أنت في رحمة واصل خلاص، يعني الشغل يلا تبكي، وأنت في رحمة للضعفاء المساكين واصل، يلا الشغل تبكي واصل. ولذلك يعني رحمة من الله أنه يكون الحركة الشعورية في حينها. أما مسألة أن الواحد يكمل بعدين، لكن نتحدث عن أمور عامة ينبغي أن تتوفر. فإذا إحنا عندنا كجيل متدين عندنا جفاف شعوري، جفاف شعوري. ولذلك لما نيجي نتحدث عن المحبة، عن الخوف، عن الرجاء، عن اليقين، عن الأعمال القلبية، تجد كأن إحنا غرباء عنها، بل حتى يختلفوا في تعريفها، يختلفوا في تسمياتها، يختلف. ليش؟ لأنه بس نحاول نفهمها فهم ما عشناهاش. لأن شوف، ليش أنت في الأمثلة اللي تتكلم عن ابنك ليش تحبه؟ الحب اللحظي الآن اللي تشعره أنت الآن لما تذكر ابنك هو حب تراكمي، حب تراكمي. ربما أول ما خلق الابن هذا أنت ما حبيتوش، ربما شفته هذا كذا وكنت ما تمسكوش كذا لا يوسخاك، لا، لكن لما بدي يضحك بدي يقدم لك هذه اللحظات بدأت تعمل رافد محبة، حدث بعد حدث بعد حدث بعد حدث، تراكم المحبة حاصل يزداد. تجي إنه لما نيجي تذكره في لحظة من اللحظات تتحرك المحبة بتراكم هذا كله. فشوف كم تراكم المحبة بالنسبة لله، يعني كم حدث تحركت محبتك لله عشان تحصل هذا، عشان يحصل نفس الأثر. فتشوف هنا العلة الآن،
يعني أكيد المسألة عشان تحصل لازم يكون في موقف حصل فيه بهذا الشعور، موقف ثاني حصل فيه بهذا الشعور، موقف ثالث حصل فيه بهذا الشعور، وتصبح مسألة تراكمية، هذه تجربة شعورية ماهيش عادش أدور الآن ولا أقدر أحركها الآن كذا بماطر وتطلع بصورة نهائية. فتماما في المثال تطلع أنت كلام صحيح وردة الفعل صحيحة، لكن اللي حركه تراكم شعوري استوى يعلم الله على كم ألف موقف علشان يحصل بالقياس هذا نفس الأثر. عندما تذكر الله هل حصل هذا اللحظات الشعورية؟ هنا هو السؤال اللي نعرف إنه نحن عادة التجربة الشعورية التجربة الأولى عادة ما حصلتش، وبالتالي كيف نعمل على حصوله وكيف نعمل على تهيئة القلب لأنه تتحرك فيه. هذه يعني نحن ربما الآن نطرح يدنا على نقطة الخلل، على نقطة الخلل. قد تكون أيضا في محبة، قد تحصل محبة أنها وجدت لكن تطغى عليها محبة أخرى، هذه برضو من الخلل اللي يحصل. لأنه قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني غلبت محبتهم لله عن محبتهم لما سوى الله. بينما أصحاب الثمان الأشياء اللي قال الله عنها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم لم ينفي عنهم حب الله مطلقا، لكن طغت محبتهم للأشياء الأخرى على هذه. فقد نكون نحب الله عندنا لكن في أشياء طاغية. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضلوا. بقول هذه من العلل أيضا، من العلل اللي حصلت معانا كثير. يعني نحن الآن شوف أيش اللي يحصل. أنت لو ذكرت خالد بن الوليد كده تحس بشعور. ليش؟ لأنه أنت سمعت قصته مرة بعد مرة وبطولاته مرة وتحرك تشعر بدنك في موقف من المواقف وفي موقف آخر، بل ربما في موقف جرف دمعتك. هذا الرصيد موجود، وبالتالي لما تذكر خالد بن الوليد في أي لحظة من اللحظات يتحرك الرصيد هذا كله، فتشعر كذا بشيء نحو. السؤال هو هذه التجربة الشعورية مع الله بالنسبة لنا كجيل تكاد تكون منعدمة، رغم أنه في معطيات علمية عندنا معطيات علمية، لكن التجربة الشعورية هذه ما حصلتش معنا. فتجد تشوف إنه إذن ليس غريب إنه يكون هذا حالنا، لأنه القرآن الكريم قد بيّن إنه في ناس بيجي وبيكون هذا حالهم. يعني القرآن الكريم لما ذكر لنا صور مختلفة من التدين المنحرف، يعني أقول التدين المنحرف مش علشان نقص لنا قصص، علشان نقول لنا شوفوا أنتم أيضا متدينين وممكن تكون أحد هذه الصور هي صورتكم. الله سبحانه وتعالى لما قال مثل الذين حملوا التوراة، والتوراة هنا لما يقول التوراة كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه السلام، يعني الكتاب الصحيح. نعم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها قال كمثل الحمار يحمل أسفاره. هم منسوبين لكتاب، لأنه قال حملوا، هم منسوبين لكتاب لكنهم لم ينزلوه في واقع حياتهم. فالله يقول لنا شوفوا هذا ظاهرة تدين سابقة ممكن تكونوا أنتم أيضا، لأنه حتى لا ينحصر الذهن في هذه الصورة فقط أنه أهل التوراة. الله قال بعدها مباشرة قال بئس مثل القوم، يعني هذا مثل سائر ممكن يكون أي قوم متدينين في أي زمن من الأزمان. والسلام عليكم. فتصور أيش واقع الحمير شو يكون هنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا. في كأنه مكرات هناك يا سمير بل كأنه في مكرات. فأقول الله سبحانه وتعالى لما قال لنا هذا المثل هو يحذرنا، بل ويقول أنكم قد تقعوا فيه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد وقوعنا فيه بقوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم سلو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا بحر رب لا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن هم المتدينين اللي قبلنا. فإذا نحن برضو في مرحلة من المراحل عندنا تدين نعم، لكن نحن في حالة من الضعف بسبب من الأسباب. فإذا الله لما قال بئس مثل القوم الذين كذبوا، يعني إنه هذا مثل سائر لكل قوم متدين لم ينزل الأعمال تعلم الكتاب هذا في حياته،
الله سبحانه وتعالى لما نضرب مثل آخر ويقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آيات. آتيناه، شوف كلمة آتيناه يعني معناه إيش معه للنبوة اللي قبله، لأنه تجد آتيناه أتت مع الكتب المنزلة، آتيناه الإنجيل، آتيناه، تجد آتيناه هذه منزلة كبيرة، يعني رجل قد بلغ من العلم مبلغ شأو كبير، لكن وقد يكون عرف الله وأحبه ضمن آتيناه آتينا كله تشتمل، لكن غلب في قلبه محبته للشهوة فسقط من هنا. كان في علوم فأخذت. نعم، قال ولكنه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد إلى الأرض، يعني تخيل أنا كده ونقرأ الآيات تصوروا ماسك بالأرض والملائكة تقول مطلعان فيش، يعني ما فيش، يعني يريد الحق هنا يريد حقه هنا، ما يشتيش حق ثاني، يشتي المشاهد المحسوس، غلب عليه شهوة المشاهد المحسوس. ولفظ آتينا وآياتنا قد يكون على الله واحدة. فتجي تشوف إنه المسألة يعني الله لما ذكر هذا حتى لا ينحصر في الذهن برضو شخصية هذا لوحده، قال ذلك مثل القوم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم، يعني ما هو الشخص حصل له زمن وبيزع له انتهى الأمر، لا، هذا مثل ممكن يحصل لناس على مر التاريخ. نعم، يعني ظاهرة فردية وجماعية ممكن تحصل لمتدينين. فتجي تشوف إنه الله لما قال لنا هذا يعني قد نكون في علة من العلل هذه. وأول نقطة الحل أن تعرف العلة، لأنه عشان تعالج لابد نشخص أول. يعني الأنبياء عليهم السلام لما نقول أقوامهم أقاموا مشخصين الواقع أكيد. قرأ أنت قصة شعيب مثلا عليه السلام طول القرآن في حيث ما أخبر القرآن عنه أوفوا الكيل والميزان، كان في علة وقد مشخصة وأتى وقد مشخصة. فنحن تكمن عندنا مشكلة في تشخيص العلة، عندنا مشكلة في تشخيص العلة. يعني ربما اليوم هذه الشوار الرائع الجميل هذا طرح اليد على العلة. إذن لما نشخص كيف يوجه نحن الآن الطرح؟ ليش؟ لأنه لم يقل شيء غير اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا على العموم، لكن على وجه الخصوص قال أوفوا الكيل والميزان. تجدوا كل الآيات التي ذكرت لم يقل غير أوفوا الكيل والميزان، في ظاهرة مطلوب التخلص منها عبادة لله سبحانه وتعالى. فإحنا القرآن الكريم لما جاب لنا صور مختلفة من الضعف في التدين ليقول لنا أنتم أيضا ممكن تقعوا هذه الوقعة. أصحاب السبت يصلون متدينين بل منفذين لأمر الله، لكن بحرارة لا تصيدوا يوم السبت قالوا طيب، وطرحوا الشباك يوم الجمعة وشلوا السبت والحد. هذا ما يصلح شوادم، قال هذا جعل منهم القردة والخنازير، هذا ما يصلح شوادم. هذا قال كمثل الحمار يحمل أسفل. إيش وقع مجتمع حمير؟ إيش بيكون غير النويق والقشع والقدر؟ إيش وقع فمثله كمثل الكلب؟ إيش وقع الكلاب بيكون؟ يعني هي المسألة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك مكرمتك في تدينك الصحيح. إذا انحرفت في تدينك أنت أسوأ من الكافر، أسوأ مما تحتاج. لأنه الكافر شبههم الله بالأنعام، والأنعام أفضل حالا من الكلاب. الأنعام ما عرف شيء، الأنعام أكيد أفضل حال من الحمير كمان. بالنسبة لنا فأقول إنه أنا أحتاج الأنعام كما أحتاج الكلاب ولا. فأقول إنه الأمر عندنا علة ولا خلاف، والكلام اللي صح أنت متفقين عليه 100% صحيح. إحنا بداية مشكلتنا كما قلنا عندنا التجربة الشعورية في التدين تكاد تكون مغيبة. معرفتنا لله اللي تحرك الأمر تكاد تكون برضو لم تعطى حقها. تمام. عندنا علة من العلل بصورة من الصور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن واقع وهو ما نعيشه الآن والله أعلم، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا ومن قلة نحن وما يدنا رسول الله، قال نحن ما يدن كثير. تعال شوف حالنا الآن، نحن كثيرين في المال، كثيرين في العدد، كثيرين في السلاح اللي مع الأمة الإسلامية لو جمع كافي يقرح بالكبة الأرضية 5 مرات. نحن كثيرين بكل المقاييس العددية، لكن عندنا جانب نعم. فتيجي تشوف أين العلة الرئيسية الآن. فيقول أنتم موئدين كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نزع المحور الحديث القلوب، نزع من قلوب أعدائكم المحبة وقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ أي وما سبب الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فتجي تشوف إذن علة القلب في جانب القلب، علة القلب في جانب القلب. وذلك شوف
يعني الحمد لله في تدين موجود وفي صلاة وفي صيام وفي لكن الجانب القلبي لم يأخذ حقه. الجانب القلبي لم يأخذ حقه. يعني تصور أنت مطلوب منك الآن عشان تتصدق كذا عشان تكون المسألة كاملة تتصدق وفي عندك شعور بفقر هذا الإنسان وجوعه وتحركت في نفسك رحمة وأنت تعطيه. هذا الشعور يكون موجود. هذا الكمال في تطبيق الأمر. لكن كونك تجيبه الله خلاص أمر الله عمله أجره أكيد في فارق. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاب 4 صور لأربع شخصيات. كل شخصية تمثل شريحة اجتماعية ممكن تكون في أي مرحلة من مراحل. في سورة البقرة بعد الحديث عن آية الحج وكأنك ترى ال4 الشخصيات هذه جالسين بجبال عرفة. قلب من الناس من يقول ربنا، شوف ربنا يعني عرف الله، ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا بعد آية الحج وما له في الآخرة من خلاق. والله والنبي يعني الله سبحانه وتعالى هنا ما قالش ورجل، قال ومن الناس. شو من الناس هذه كم تشتي؟ قد يكونوا ناس متدينين يعبدوا الله يريد الدنيا وبس وهو يصلي ويصوم وده الله اللي قال كده. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده. يعني في حديث إنه من ابتغى العلم لغرض الدنيا لم يرح رائحة الجنة. نعم. فتجي تشوف إن الله لما قال لنا ومن الناس من يقول بعد آيات الحج كذا كأنك تروا في جبل عرفة. يعني ناس واحد محرم ويقول يا رب آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. الثاني قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. إيش تحقوا إذا إيش تحقوا لك؟ الله قالوا لا كلام نصيب ما كسب. يعني ما مش مذموم على أي حد. الثالث قال عنهم من الناس وطبعا هذه تخيل إنه قد يكون صف متدين أيضا في هذه الصفات موجود جبل عرفة والناس استغفروا ذا وهو قال لك المنظر من ينتخبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض. أكيد ما يتحدث الله عن كافر هنا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بيده فحسبه جهنم ولبئس المصير. يعني كم تحصل بالشارع كده تقول واحد اتق الله طلع فيش كنت يحقبوك. يعني طيب ليش زعلان يا أخي اتق الله؟ إيش اللي زعل؟ وتجي تشوف واحد طواهم كذا لوحدهم كذا كأنك تشوفهم متخبين. قال لك ومن الناس من يشري نفسه. ويشري هنا معناته يبيع حظ نفسه يبيع هوى نفسه يبيع. أصبح هوى مرضات الله. هذه النقطة اللي تحدث عنها اللي نريد أن نحقق بها أنت الآن تطرح نحن عن نقطة غاية نريد أن نصل إليها. يعني الطرح اللي تطرحه أنت إنه كيف تتحرك المحبة هذه في قلوبنا. هذه الغاية التي نريد أن نصل إليها. ونعم يعني هو فقط إذا تحركت قلوبنا إنه نحن تحقيق هذه الغاية وصدقنا بها بلغناها أم لم نبلغناها نحن عند الله بلغناها. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله. ما قال سيبلغه خلاص قد حسم الأمر عند توجهه. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه كما قال على الفرش. فإذا المسألة الآن نحن نتحدث عن غاية نهائية مطلوب الوصول إليها ومطلوب أن قلوبنا تتوجه نحوها ونصدق مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني قد وعد بأنه هذا الإنسان سيصل وإن لم يصل هو قد وصل. الحديث الأربعة الناس أربعة. نعم. الله نعم. فأقول إنه الأمر الآن يعني لاحظ في الطرح هذا باختلاف إنه خلاصته عندنا الأعمال القلبية في بخلل في بنقص في حتى لو قلت الواحد كذا الشعور التوكل أو شعور اليقين عند الدعاء الشعور التوكل عند عمل شيء فرصة يخبط لك خبيط مرة من هنا مرة من هنا. ليش؟ لأنه ما فيش تجربة شعورية صادقة في المسألة إلا من رحم الله. لكن نحن نتكلم عن تجربة عامة. فتجي تشوف إذا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قد قال أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وذكركم تحمل معنيين. معنى أنه رفعت شأنكم
ومعنى أيضا ذكركم حالكم أنتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خبر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر من بعدكم، يعني أنه القرآن الكريم فيه تشخيص حالنا. فهذه الصور المختلفة من التدين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صور أخرى منها مثل المفلس. المفلس إيش هو؟ المفلس متدين. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من الذي دخلنا الأرض. قال لا، المفلس من أمتي، يعني متدين من أمة محمد. من يأتي من الصيام والصلاة والزكاة ثم يأتي قد شتم هذا. فتجد تشوف إذا إحنا أين علتنا؟ أين مفتاح علتنا؟ الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث جبريل قال عن أركان الإسلام الخمسة لم يقل الإسلام، ولكن هذه أركانه وقواعده، ليست كل الإسلام. ولذلك في لفظ الحديث الثاني بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، يعني أن هذه الخمس ليست الإسلام، وإنما هي قاعدته التي تبني عليها، الذي بني عليها. فإحنا مركزين على القاعدة في تديننا. في تديننا نحن مركزين على القاعدة. تعرف البناء شو؟ وانظر أين نحن من البناء. ما احناش عند الإيمان، احنا عند الإسلام. علشان ندخل إلى نقطة المشاعر هذه نشوف منين، لأنه مش في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي. كذلك في إسلام عملي وفي إسلام اعتقادي. فكذلك شوف احنا الآن في لفظ الحديث هذا بني الإسلام على خمس، إسلامنا كله ننظر له أنه في هذه الخمس، لكن الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة أنه البناء اللي على هذه القاعدة مجموع المعاملات فيما بيننا واللي خلاصته إنه نحن ما نؤذيش بعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال المسلم بالألف واللام اللي تفيد إنه كامل الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أنت قد تكون مصلي صائم لكن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، وبالتالي تسقط في الإفلاس. فإذا بدأنا نفهم هذا الفهم، وأن الدين يبني شخصيات ومطلوب مشاعر مشتركة، لازم يكون في عندنا رصيد من المشاعر المشتركة. يعني بالله عليك أي من شعور بيكون عندك تجاه إنسان تؤذي، أكيد مش محبة 100%. أكيد مش محبة. واحد تؤذي أكيد مش محبة. إذا أنت عندك جفاف عاطفي الآن، كونك عادك ما حققتش شرط الإسلام على العملي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكف عن قضيته للآخرين وخوفا من الله، ما هي مشكلة. يعني يحقق إسلامه ما هي مشكلة. لكن الأمور النفسية يا إخوة في بي تأثير من داخل للخارج أو من الخارج للداخل. يعني اللي يؤذيني أكرهه، هذا شعور فطري. الذي يؤذيني أكرهه. طيب في المعادلة المنطقية لو عملت يؤذيني بالطرف الأيمن قلت يساوي بالطرف الأيسر أكرهه. تعال يضيف لا في الطرفين، لا يؤذيني لا أكرهه. مثل منطقية. إذا توفر أنك لم تؤذيني أنت هيأتني الآن لأن أحبك. هيأتني كوني لا أكرهك لا يعني أن أنا أحبك، لكن أنا مهيأ لأن أحبك. لكن كيف ممكن أحبك ولا أكرهك؟ ما تجيش. ما يمكن. علامة وجود الشيء انتفاء ضده. علامة وجود الإخلاص انتفاء الرياء. علامة وجود الصدق انتفاء الكذب. فعلامة وجود المحبة انتفاء الكره. فإذا الإسلام العملي السلوكي اللي يدخلنا احنا الآن نحو الرصيد الغائب اللي نتحدث عنه مدخله من هنا، إنه احنا بيننا ربما تجارب شعورية لكن يغلب عليها المكره. المكره يكره بعضهم بعضا، يشتم بعضهم بعضا، شغلة. المسلمين فيما بينهم شغلة. ولازم تنتبه كل المشاعر السيئة علشان تتهيأ النفوس لأن تكون محل أو القلوب محل لحركة المشاعر الحسنة. هنا اللي قد أصبح قلبه محل لتحرك المشاعر الحسنة هو هي لأنه خلاص يدخل الأمور الشعورية هذه. فإذا أنت في مرتبة الإسلام شرطك العمل إنك ما تؤذينيش، وهذه
أقل نقطة في التدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال على كل مؤمن صدقة. ولك الصحابة يسألوا أرأيت إن لم أجد، ويقول له افعل كذا، أرأيت إن لم، كل هذه الخدمات لما في الأخير قال له تكف أذاك عن الناس فتلك صدقة منك على نفسك. أدنى من كده ما باقيش، أدنى من كده ما باقيش دين أصلا. الحد الأدنى في التدين أن نقف عند نقطة أن تكف أذاك عن الناس. نعم. وبطاقتك هويتك الحقيقية أنك مسلم هي هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أي كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا شوف أنت الآن لما توفر عندي إن أنا ما أحدكش، توفر عندك إنك ما تدينيش، قلوبنا مهيئة إلى أن نحن نشجعه. ليش؟ لأنه المنطقية هكذا، اللي يؤذيني يكرهه، الذي لا يؤذيني لا أكرهه. قد لا أكون أحبه ما يش مشكلة، لكن الذي لا يؤذيني أكره. فعل في دائرة الإيمان إيش مطلوب مننا كمجتمع مؤمن. في دائرة الإسلام العملي مطلوب منك ما تؤذيش أحد وكثر خيرك. مطلوب منك ما تؤذيش أحد بس، وتكف أذاك عن المسلمين وخلاص انتهى الموضوع. وما حد يمنع عليك الجنة. لكن عشان تكون مؤمن ما في مطلوب منك كده، مطلوب منك مسألة أعلى من كده. يعني شوف اللي أقول لك أنا الآن أدق على الجانب الغائب في تديننا، هذا الجانب الشعورية اللي ما عرناش انتباه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أدناها، شوف أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. صور أنت لما يتحقق فيك أنك ما تؤذيناش، واصبحت نفسي قلبي مهيأ إلى أنه يحبك. أي سبب ألمسه منك يعود عليه بالمنفعة، هذا يشكل عندي شعور محبة. شعور محبة، لأن النفوس مقبولة على حب من يحسن إليها. فتصور النبي صلى الله عليه وسلم نقول أدنى مراتب الإيمان هنا العملية إنه إماطة الأذى عن الطريق، إنه مطلوب إنك أنت تميط الأذى عن الطريق، وهذا عمل تدينه لله سبحانه وتعالى. ما ترجوش من أحد شيء ولا استهلاك، زي ما هلك الإنسان في مرتبة الإسلام بالإفلاس بأبيته، في مرتبة الإيمان يهلك في ريائه. في مرتبة الإيمان مطلوب منك أنك تبدأ على طول برصيد المحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا، شوف، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. كيف نتحاب ونحن نؤذي بعض؟ في جانب يعني لم يعطى حقه في التوجيه في التدين، انه في هذا بناء ديني دقيق محكم مطلوب تحقيق مرحلة يتوفر فيك التوقف عن أذيتك لي، ما تؤذينيش كثرت خيرك، ما يجيش منك ولا حاجة. ما هي مشاكل المجتمعات على مر التاريخ؟ أليست أذية الناس بعضهم البعض؟ لو حقق التدين في أدنى مراتبه وهو الإسلام لأصبح في الأرض مجتمع نموذجي. المدينة الفاضلة وكل ما يتحدث عنها أصحاب الأخلاق، لو تحقق الإسلام بأدنى مراتبه لتحقق كل ما يصبو إليه الناس. وما أذية المجتمعات على مر التاريخ إلا وما مشاكل المجتمعات على مر التاريخ إلا أذية الناس بعضهم لبعض. فذلك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم الآن عشان ندخل نحن الجانب الشعوري ده، قال شوف تدخل دائرة الإيمان لازم أولا تتحقق فيك شروط إنه أنت الأذية دي انتفت منك، ولذلك انتفت من جوارحك بشكل مختلف كظاهرة. قد تحصل منك حالة على بعض لكنها نتحدث نحن عن الله وليست حالة نادرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أليست هذه كلها معطيات أذية؟ ولما نسمع أنك طعام في حقي، شتمتني، سبيتني، احنا دخلنا الآن بالركض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، شوف الظلم أذية، لا يخذله، لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني مطلوب منك كده أن يكون قلبك مهيأ بهذه الصورة. قد تحقق فيك عدم الأذية لي في صورها المختلفة لتكون جاهز لتدخل دائرة الإيمان. فقال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفحش ولا البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال آية المنافق 3
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، هذه كلها معطيات أذية. في لفظ مسلم كأنه الحديث أن الشيخ في زيادة مسلم قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، هو منافق. فتجي تشوف إذا إنه النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول لك علشان توقع مؤمن لازم تكون قد تحققت بهذه الأمور، إنه أنت انتفت منك وأنت الآن مهيأ لمعطيات جديدة. لأنه يا إخوة التزكية هي 4 مصطلحات. أولا التخلية، ثم التحلية، ثم التخلق، ثم التحقق. ما هي التخلية؟ مرتبة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم اللي ما يديش أحد. التخلية معناه أن تتخلى من الصفات السيئة، وعلامة تخليك من الصفات السيئة انتفاء أثرها. فوجود أي سلوك سيء يشير إلى أنه أنت عادك ما تخليتش. وجود أي سلوك سيء يبدر منك، أي نوع من أنواع الأذية، دليل على أنه عادك تنضح ما تخليك. أن تصل إلى نقطة من أنه يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أنت مهيأ الآن تخليت، فأنت مهيأ للتحلي الآن. لأنه عشان مثلا واحد يكذب، عشان يتحقق بالصدق أولا لازم يتخلى من الكذب، لأنه ما يمكن يجتمع كذب وصدق. يعني أنت لما يكون معك هنا خل بهذا الإناء وسكبت به عسل، ما تقدر تقول أنا معي عسل، ما يمكن، ولا تقدر تقول معي خل، طبعا معك خليط. لازم تخليه تماما من الخل ثم تسكب العسل فتستطيع أن تقول إنه معك عسل. فالتخلية في تربية الإسلام إنه تتحقق بأنه أنت ما تؤذيش أحدا، وتكون بذلك قد تخليت. علامة ذلك انتفاء آثار الصفات السيئة، إنه أنت ما تؤذيش الآخرين أو المسلمين بصورة مسوى. التحلية شيء أنك تبدأ تمارس السلوك المعاكس. يعني واحد بخيل يوقع كريم، مطلوب إنه يتخلى من البخل بإيش؟ بإظهار الإنفاق والكرم. فعل الكرم طبعا يكون فيه صعوبة في البداية، تجلس تجاهد نفسك، لأنه البخل كصفة تنمو وتزداد بماذا؟ بالإمساك. فأنت لما تمارس عكس كأنك تقطع عنها مادة نموها الآن، تقطع الماء عنها، فيحصل لها ضمور تصل إلى مرحلة تغيب، ما عادش موجود. وعلامة غيابها أنك قدك تمارس فعل الكرم دون مشادة نفس، مع هلوش البخل. أما عدم مشادة النفس هي عادة موجود، عادة المسألة. فتشتي ممارسة هنا أنت تخليت، وعادك ما تخلقتش بالصفات كصفات تتخلق. تبدأ تمارس الفعل الآن بنوع من المحبة، لأنه أنت كنت تمارسه فيما مضى بنوع من المكره. ليش؟ لأنه في صفة مضادة. لما تصل إلى مرحلة أنك تمارسه بنوع من المحبة تتخلق الصفات، إلى أن تجي الموقف اللي تمارس الكرم بمحبة، ولو ما عملتش كده يحصل لك ضيق، ربما يعني يحصل لك زي ما تقول صدمة نفسية. هنا تقدر تقول أنه تحقق بصفة الكرم. فتشوف إذا الإسلام مرتبة تخلية، الإيمان تحلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقول لك إنه مطلوب إنه أنت الآن عشان تكون مؤمن لازم تحب الآخرين. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من قيل من لا يؤمن قالوا قد يكون مسلم بس مخلص، لكن عشان يسمى مؤمن ما يمكنش. فلازم تتحقق التخلية تماما. بعد ذلك أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ شو من مشاكل ميراثنا الظاهري للأمر دون الشعوري؟ السلام عليكم. أنت لما تقول السلام عليكم ينبغي أن يصاحب القول هذا شعور صادق بأن أخاك هذا لا يمس حياته أي تنغيص. لأي السلام مع أسرته ومع تخيل كل مرة أنت تقول السلام عليكم عندك هذا الشعور، عندك شعور صادق لأنك تريد أن تكون حياته خالية من أي منغص، وأنت تتعبد الله بذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له مفتاح الجنة، باب الجنة، هذه المشاعر بيننا باب الجنة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ نحن نقول السلام عليكم السلام عليكم، لكن لا نطلب الجانب الشعوري أثناء القول. هل تقول السلام عليكم وفي قلبك ما في قلبك؟ هل تقول السلام عليكم وأنت تتمنى تأكله؟ لا، إذا أنت مناقض الآن للسلام عليكم.
السلام عليكم ينبغي أن صاحبه دفعة شعورية من أنه أنا أتمنى لك السلام في حياتك. صور هذا شعور احتسبه أنت من قبلي، وشعور احتسبه من قبل، وأنا شعور احتسبه من قبله. لأنه المشاعر يا أخوة، المشاعر حتى لا يعبر عنها في الكلمات. يعني جلستك مع واحد يحبك مش ضروري حتى يعبر بكلمات أنه يحبك، تحس به. فتبدأ المشاعر هذه بين الناس بأنه أنا أحب هذا السلام ولا يحب لي السلام، يبقى احنا تهيأنا للمحبة الآن. تهيأنا للمحبة، لأنه واحد يحب لي السلام إيش توقعت شيء نكرهه؟ أكيد ما دام يحب لي السلام أنا مهيأ لمحبته. فتجد تشوف الآن علشان يقوي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انفعوا بأي صورة من الصور، أي فرصة تستطيع أن تخدم أخاك فيها اخدمه، وتبتغي بذلك مرضات الله، ما ترجو منه شيء، أنت تعبد الله الآن زي ما تعبد الله في الصلاة. أي فرصة تحصل أنك تخدم فلان من أخوانك يعني اعتبره زي الأذان للصلاة وتعمله تعبدا لله هذه اللحظة. وتخيل أنا لما تصني من في عنا لا تصني من في عنا لا تصني من في عنا لا إيش بيكون الله. والمنفعة هذه يعني تكون قيمتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أنه ينتفي منها الرياء وينتفي فيها المعاوضة. وأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلاها قول لا إله إلا الله، هنا تجريد الإخلاص، تجريد الإخلاص. لأنه أنت قد تنفعني بصورة من الصور لكن لما يتجرد الإخلاص أعلاها قول لا إله إلا الله، تقدم المنفعة بأي صورة من الصور وأنت مخلص بذلك لله. هنا يتحقق فينا وصف الإيمان العملي بالصفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. عن ايش يتحدث؟ عن أمور قلبية. لا يمكن تأتي هذه ما لم نسير في هذا المشوار، لا يمكن تأتي مطلقا. كيف واحد يؤذينا ويشغلنا ويتهمني ويتهم أفكاري ويشتين أحبه ما تجيش. ما يمكن نصل إلى هذه النقطة من هذا الترابط اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. فتشوف إذا يعني تصور أنه يربيك كمؤمن أنه حتى وأنت تموت عندك حرص في منفعة الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أول واحدة صدقة جارية. فتجي تشوف إنه تخيل صدقة جارية للقدرات المالية، علم ينتفع به للقدرات العلمية، ولد صالح للقدرات العامة. صور المؤمنين كلهم متربين على هذا البعد. كل واحد يريد إنه يموت ومنفعته تصل عنده بإيش؟ بمنفعته للآخرين، لأن الصدقة الجارية يشمل هي منفعة للآخرين. قال لك يعني تصور الدين إلى أي درجة يربيك، إلى أنه يقول لك وأنت تموت أيضا تفكيرك بالآخرين يكون حاصل، والمدد يأتي لك من هذا التفكير. فتصور لو أن المؤمنين متربين على هذا، تصور كم عطاء كم مرافق منفعية توجد بالمجتمع. لأنه كل واحد صاحب قدرة مالية حريص إنه ما يموتش إلا عنده صدقة جارية يقدم خدمة المجتمع بصورة مشروعة. والله لو تربوا الناس على هذا لا أصبح في مؤسسة خاصة لهذا الغرض. وقد لو واحد يشتيجي يقول له إيش يعمل، لأنه قد يعمل شيء الناس ما ينتفعوش فيه، قد قوانينه وقد لكن ليش ما حصلتش؟ لأنه الناس مش متربين هذه التربية. فتصور لو أن أصحاب القدرات المالية كلهم فكروا بالطريقة هذه، إيش من مرافق قدم يشتغل؟ صور أصحاب القدرات العلمية أيضا كل واحد يشتي يموت وترك علم ينتفع به، وقال علم ينتفع به، يعني محل المنفعة حقك في انتفاع الآخرين به. صور إيش من ثراء علمي بيوجد في المجتمع. واللي ما عندش لا هذه ولا هذه يخكتر الخير، خرج لنا ابن صالح من بيتك. إيش مشكلة المجتمعات؟ مش الأولاد اللي يخرجون من بيوتهم مش مربين. فتصور إيش من مجتمع لا ينظر، ليش من مشاعر. بل النبي صلى الله عليه وسلم وصلك إلى درجة أنك تحبني زي ما تحب نفسك. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. نقف عند هذا الخط، ما نمشيش لا طالع. أين تجربتنا الشعورية هذه كتدين؟ تلاحظوا أن عندنا إشكال كبير فيه كتدين. وبالتالي لما نتكلم عن الجانب الشعوري عن الجانب القلبي في أي صورة من الصور عندنا جفاف، فيه. فتجي تشوف هنا صح احنا وارثين دين ولا خلاف،
لكن ماشيين في اتجاه، ماسكين أعمال ورثناها نعملها في جوانب شعورية مرتبطة بالمعطيات اللي طرحناها كلها. خلاصة الجوانب الشعورية اللي ينبغي أن تكون عبودية لله، واللي هو تمام البناء، لأنه القاعدة يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5. يعني تصور واحد يقول أنا معي ميدة حق بيت 10 أدوار. طيب فين ساكن أنت؟ ساكن بدع. طيب وين البيت؟ ما معيش أنا، عاد الميدة حق يعني البناء الجزء الكبير الغايب، يعني الجزء الكبير اللي تنتفع فيه وأنت وتنفع آخرين، أنت تقوي هذا، تسكن هذا، تنفع هذا، أنت معك ميدة بس. فتجي تشوف البناء الحقيقي للتدين في سلوكياتنا، في مجموع سلوكياتنا محصورة بين قوسين في دفع المضار عن بعضنا وقلب النافع لبعضنا، حتى تصير العلاقة فيما بيننا ما قالش في عطائهم في كذا، قال في توادهم وترحمهم اللي هي مادة بناء الأسرة، وجعل بينكم مودة ورحمة، لأن هذه المشاعر هي مشاعر بناء الأسرة فردا وجماعة، أسرة كبيرة. فتجي تشوف يا أخوة إذا إنه مشكلتنا في الجانب الشعوري، الأرصدة الشعورية في تديننا يعني تكاد تكون جافة، وبالتالي لما نتحدث عن أمور قلبية، عن أمور شعورية، عندنا غربة حتى في الحديث عنها، عندنا غربة. فالكلام اللي طرحنا حقا في البداية وهو محبة الله سبحانه وتعالى هو تاج هذه المشاعر، تاج هذه المشاعر قائم على هذه كلهم. فإذا ما هليش هذه ما مسألة ما يمكنش. فإحنا في حديثنا السابق الحق، وكان يعني الحمد لله هو أثر للكلام السابق عن إنه نريد أن نستثمر علاقتنا بالله. يا أخوان إحنا مؤمنين بالله، والله إنه حرام، مؤمنين بالله جالسين نبكي ونخاف ونحزن، وحرام كارثة. يعني أنا إذا كان اشتغلق علي زي ما تغلق على الكافر، إيش ميزة إيماني بالله؟ مش مستثمرين علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. فإحنا تكلمنا عن النقطة كغاية مطلوب الوصول إليها عشان نشعر بمحبتنا لله. لازم تتحرك أولا هذه. إذا ما تحركتش وأصبح عندنا رصيد شعوري، وأصبح القلب هذا قد لين صالح لأنه تتحرك فيه المشاعر، لأنه أحيانا نشوف القلب لما يكون قاف وتجي تتحرك فيه المشاعر الشقاء. ليش الرطب حقه عشان تنجي المسألة هذه؟ تشتي قلب رطب، تتصور قلوب قاسية وتشتي تتعامل بالجوانب الشعورية. المسألة في دي. فتجي تشوف إنه الدين ما أهملش الجانب هذا، لكن أهمل في تربيتنا، لم يأخذ حقه في تربيتنا. إذن هذا على طرح الدين، بيانين العلة حقنا. وعموما في الأخير يعني المدخل لهذا الأمر، المدخل للنقطة اللي نريد أن نصل إليها، إنه المعرفة أمر لازم ولا خلاف. معرفتنا لله أمر لازم ولا خلاف، لأنه الله لما ذكر صور مختلفة من التدين المنحرف لم يذكر إلا علة واحدة، وهي ما قدر الله حق قدره، وكانت ظاهرة بقوة في أهل الكتاب. إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم والعنود ما قالوا بل يدهم مبسوطتان، أرنا الله جهرا. لما يقولوا أتحدثون ما فتح الله عليكم ليحاسبكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الله عقب عليهم وقال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما يعلمون، يعني إنهم لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. فكان ناشئ حقهم الخلل هذا كله ناشئ من قصور معرفتهم بالله. فتصور الواحد الآن لما نفهم الكلام هذا يعرف إنه علشان الله يحبنا لازم نحبك. مش واحد يجي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب فلان، قال له هل أخبرته؟ قال له أخبره. وكانت نتيجة إيش؟ إن الله يحبه. في حديث الرجل اللي ذهب إلى أخ له في مكان آخر، قال له إيش اللي بينك وبينه؟ عاد الله معنى الحديث ملك في مدرجته، قال له هل لك من نعمة تربو عليه؟ قال غير أن يحبه لك. قال له فإن رسول الله إليك أحبك الله كما أحببته فيه. إذن الأمور هذه في لباب. نعم اللي هو يحب. نعم يعني ممكن مثلا أعطي هذا ولا أحبه فيحبني. نعم. وتكون ثمرتي أنك تحب الله أيضا. ثمرتي أنك تحب الله. يعني تتولد. نعم. محبة لله. نعم. لأنه الله لما قال سويناه. لا بس تلاحظ إنه المشاعر هذه بجملتها هذه تكاد تكون في واقع الأعمال هي ثمار المحبة. كانوا سنقع في الدور
شو محبك على هذه وهذا والله تمام اشتي بعد بحب اشتي محبة يجد عن العمل. لا شوف المسألة هنا احنا الآن شوف احنا نقول انه شوف انت علشان زي ما قلنا ولا علشان تكرهنا يعني اذا آذيتك انت تكرهنا تمام. اذا كرهتك بعديك المسألة تمشي من هنا ولا من هنا. اذا كرهتك بعديك اذا آذيتك تكرهنا. فأنا إذا قدمت لك المنفعة أنا عدم أحبك أو أنت قدمت لي المحبة عدم المنفعة بس مرة بعد مرة أكيد تحبك حبك صح تتولد عندي شعور بمحبتي. إيش اللي ولد الشعور؟ منفعة تكليف. يعني إذا أردنا أن نولد شعور المحبة بالنسبة لله ينبغي أن نستحضر نعم الله علينا هذه نعم اللي يشتغل. لكن أنا أولا الطرح حقيقة عندنا ما دخلتش الآن كيف نصل أيوة عيش معنا حقيقة المعرفة وكيف نصل إلى تعظيم الله ومعرفة كلام الله حتى نستشعر أنه منفعة يعني نحن إذا حبينا الآن مخلوق تجربة شعورية طبيعية إذا حبينا الآن مخلوق قدم لنا منفعة وهو لم يقدمها بذاته هو الله سبحانه وتعالى سخره وحبيته ذاك المحبة. طيب لما نعلم أنه الله اللي وهبني هذه المنفعة أصلا طيب بعد نعرف هنا يستبدل المسألة أكيد تأخذ بعدها. فإحنا إما إنه نحن يقولين إن الله اللي خلق وأوجد وهو اللي أكيد ما أعطيناش حقه. كيف نعطيها؟ ما أعطيناش حقه. تصبح القضية كيف نعطيها؟ بالضبط. هنا النقطة الثانية هي تصبح كيف حق معرفتها. نعم. كيف نعرفها؟ فتجي تشوف أنت الحين في فرق بين معرفة عقل وبين عقيدة. قد تعرف الله بكل ما قاله الأوائل. أيوة. كل ما قاله الأوائل. أيوة. قبل ما أدخل هذا المثال دعني أجيب لك مثال. واحد باحث عمل عن علي عبد الله صالح بحث جاب فيه كل صغيرة وكبيرة. لكن ما فيش بينه وبين علي عبد الله صالح أي حدث فيه تعامل. ما قد لحش عنده ما قد أعطوش ما قد زاره ما قد وفي واحد لا يعرف من معرفة الباحث هذا عن علي عبد الله صالح شيء لكنه داخل خارج عنه. طيب. هذا يعرف لكن ليس في قلبه محبة. لا مش في قلبه محبة. تولدش المحبة من قبل نعم. وقبل نعم ما تولد. كيف إذا كني هذا حملك عادي صائم كل أمر مش محبة هو بس نوع من الإعجاب. لا تقدرش تقول إن محبة. أنت النفس مقبولة على تعظيم الكمال والإعجاب بالكمال لكن محبة بمعنى محبة ويثمر عنها مقتضى يعني عشان نقول أنك أحببته معناته أنت لازم تشد الرحال إليه وتدعين له وتطيعه وعشان تقول أنك حبيته. لكن لا يعني أنك أنت أعجبت أنا قد زي ما قلت قد أقصلك عن عنتر بن شداد ما يعنيش أنك حبيته أنت أعجبت به. ليش؟ لأنه في النفس الإعجاب بالكمال لكن حب يأتي بمقتضاها. هنا شوف المعرفة التي تولد محبة تلاحظ أنه إحنا لما نتكلم عن صفات لله سبحانه وتعالى يعني مثلا أنا لما نتحدث عن قرب الله سبحانه وتعالى وأن الله قريب إليك هذه معرفة. أقرب إليك مما سواه سبحانه وتعالى أقرب إليك من نفسك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني ما أنتش محتاج لا تبحل مسافة مكانية عشان تحصله ولا بينك وبينه حجاب بشري ولا يجوز على الله أنه يقول ما يعرفكش ولا يجوز على الله أن يقول أنه مشغول عنك ولا ممكن حتى يعنفك قد تكون من أصحاب المساوئ ونقول لك هذا الحين تذكرت قد تكون من المسلمين لا يجرح مشاعرك والأمر اللي تحتاجه ما هذا يخلق لك. هنا أنت شعرت بالقرب أنت عرفت القرب الآن. ما هو العمل الذي ينشأ من هذه المعرفة عشان تتحقق المحبة فيه؟ إنه لجوءك إليه الناشئ عن معرفتك لهذا القرب. يعني أنا عرفت قرب الله لكن حصل لي حدث ما التفت قلبي إلى الله. حدث ثاني ما التفت قلبي إلى الله. معرفتي بأنه قريب يقتضي أن يكون التفات قلبي إليه أول شيء. أن يكون أول من التفت إليه قلبي هو الله. لكن أن أعلم أنه قريب ثم أقع في المشكلة الأولى والمشكلة الثانية والمشكلة الثالثة ولا أجد قلبي التفت ابتداء ربما لما نحن بذكر هذه المسألة مش تجي استعمالية كمحبة.
لكن لما يوافق المعرفة هذه التعامل اللازم منها، يعني التعامل اللي يلزم إن أنا أقوم به من معرفتي أن الله قريب، لجوء إليه في كل شأن، لجوء إليه في كل شأن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إيه بس كعلامة يعني كان مرة ضربت مثال صوت واحد قيل له هذا السم هذا الكلمة والرجلين صحيح الله يكرمك الله تعالى. كان يعني لا احنا ما فتحنا في الموضوع هذا، احنا صدق احنا ما حدنا. لا هذا يأكد هذا بس نأكد إن احنا عندنا خلل، احنا عندنا خلل. وهذا حاجة يعني جالسنا ورد من المحبة ما يجلش ويقول لا المحبة ما يجلش. الله يا شيخ ضربت مثال واحد ادى كيس صادق وقال هذا سنبيرة خلاص يولد عنده خوف. دليل الخوف عدم تناوله ولا فعلك شوية في واستخدام الانفيران. استخدام الانفيران نعم، هذا دل على هذا مجرد هذا الإخبار عن هذا العلبة ولا عن هذا الكيس ولا على طول ولد خوف. واضح؟ نعم معرفة وعرفك به. نعم لا خوف. جاء واحد ثاني قال لك لو لم يتولد الخوف، لو لم يتولد الخوف لكان يعني عدم معرفتك غير مؤكدة، عندك شك في المسألة، عندك شك في المسألة. فمعرفتنا لله عدم تولد المحبة الناشئة في قصور في الأمر أكيد. طيب المفترض إنه كما قلت لك واحد قال لي أبي جميل قال لي شوف خبر معين أنا أشعر بهذا حصل لي هذا دافع عنك وأكرمك هناك في الغائب كان غائب عنه وقال وأخبر أنه يحبك على طول شعرت بمحبته. أقول شعرت بمحبته جرب شعرت بمحبته. يا الله خير معنا هون يشتي نفرق بين محبة وإعجاب. أيوة محبة وإعجاب. الله معك ما الله يسلمكم أخي السلام عليكم. نشتي نفرق بين محبة وإعجاب لأنه قد يكون هذا التذكير مثلا قد لا يكون محبة، قد لا يكون محبة. لأنه أي علامة محبتك لابنك إنه زي ما قلت لو قطع البيت حقك مش ذلك. قيس الأمر على الرجل هذا اللي حبيته تقول إنك حبيته لو فعل هذا الفعل لا غضبك صح. لكن لو فعل فعل دون ها؟ لو فعل فعل دون هذا يعني قد تكون محبة بس دنيا. ولذلك لما نقول محبة هي شو؟ طيب ايش اللي يخلي محبتي لولدي تتولد في خلال سنة على طول تفهم؟ خلال سنة لأنه شوف كم أحداث حصل لك منه. طيب أحداث كثيرة. ما عشنا شعوريا، ما عشنا شعوريا، عشنا معرفيا. فنشتي نشوف الآن احنا نقول إنه المعرفة تولد المحبة. أين النقطة الغائبة بين المعرفة وعدم ظهور المحبة؟ هذه. كيف هذا اللي نشتين الآن النقطة الخلل اللي تشتي ليه بس إنه هو مؤكد المعرفة تنشأ عن المحبة، ينشأ عنها محبة. يعني أنت ما يمكنش تحب واحدة ما عرفتش إطلاقا، هذا أمر مسلم فيه. فإذا عرفت ما تولدتش محبة يبقى أكيد في خلل، في خلل 100%. لأنه المنطقية السليمة المعرفة تولد المحبة. طيب المعرفة لحظة هنا شوف أنا قد أعرف عن المولدات كل شيء، مثلا عندي معرفة الصفات لكن لا أحب المولد. فتجي هنا تشوف يعني المعرفة ليست هذه المعرفة اللي المعرفة ثانية بالضبط. هنا نقول ما هي المعرفة؟ هنا تشتي مسألة هي المعرفة. ايش نقصد بالمعرفة؟ ومثلا المعرفة اللي تحرك عندنا المحبة، اللي تحرك عندنا المشاعر المتوقفة هذه. ايش ابن القيم لما يقول لي المحبة لا تكون إلا بالمعرفة، أقول له مش المعرفة هذه يعني مش المعرفة العلمية. على قولتك يعني المولدات من غير فهو محبها مع ان هذا في المولد عفوا هذا مولدات هذا حين، لكن الرحمن الرحيم خذ هذا ببساطة المعرفة تعرف كيف تعرف هذا ما تعرف صفاته عمله نعمه عليك ببساطة
أيوة لأنه سأقول لك أنا عرفته عن طريق كتاب وعرفت نعمه وعرفت نعمه كذا ما في معرفة ناقصة هاي أو هو في نقص في ربما تحصل هذا المقصود الآن بس. أيوة. أما هو معرفة تولد محبة أكيد هذه 100%. بس الله أيوة أين الخلل في معرفتنا نحن؟ مش المعرفة النظرية. أيوة معرفتنا نحن اللي وصلتنا نحن شيء للمحبة. قد تكون عندنا معرفة صحيح لكن ما نشأش عنها الشعور بالمحبة. طيب ليش؟ أكيد في نقطة هنا الآن نحن بالضبط طالعين متفقين إلى إنه المعرفة تولد محبة. صح. طيب فهو واحدة من اثنتين، إما إنه المعرفة اللي نقول إن نحن نعرف الله فيها معرفة ما هيش اللازمة لتعريف المحبة، يعني توليد المحبة. صح. قد يكون عندنا قصور في المعرفة وبالتالي تعالج الأمر مطلوب معالجته. فعشان نقول كذا لازم نصل إلى ما هي المعرفة اللي تولد المحبة ونقارن معرفتنا بها حتى ندرك أين جوانب النقص اللي حصل عندنا وما نشأش. نعم فحصل عندنا هذا. فإحنا يعني اللي استفدناه اليوم حركة النقاش القوية اللي استوت طيبة واللي شاركت فيه بكل المشاعر حقا كل واحد حاول إنه يوصل الإجابة يعني. برضو ما كان إحنا واقفين عند نقطة إنه الاتفاق اللي إحنا متفقين عليه المعرفة تولد المحبة. هل معرفتنا هي المعرفة اللي يتكلم عنها العلماء أنها هي اللي تولد المحبة أم أنها معرفة ناقصة عادة ما بلغتش إلى درجة أنها تولد المحبة؟ صراحة نعم. وإن كانت قد تكون أصلها موجودة. إحنا أول ما بدأنا على اسم الله السميع البصير من معرفتنا لهذا الأسماء لعظمة هذا الأسماء عظمة السميع. هو هذا مربط الفرق هذا ذي أنا أقولني هذا المعجزة بمجرد معرفة الله تصلح المعرفة السوية